كان عندي مشكلة في عيوني الاتنين، مشكلة نظر شرقية. أنا محمد عبد الفايز. كان عندي مشكلة في عيوني الاتنين، مشكلة نظر شرقية. كانت تعبانة جدا. كنت بتابع لكن كذا دكتور بيقول لي حاجة تانية. بعد ما دورت كده جيت بحثت ولقيت دكتور هشام محمد غريب بشكل كبير جدا، وتعليقات إيجابية جدا. حجزت وجيت. رحت لكذا دكتور كان بيقول لي أيوه أنت تحتاج مثلا مية زرقاء على طول، يلا تعمل عملية وكده وتدفع وكده. لكن هو شخصني قال لي برضه مية زرقاء ونحتاج كده كده. لكن في نقطة عجبتني جدا في دكتور هشام أثناء ما أنا سلمت عليه. قال لي اقعد شخصني تاني، واكتشفت إنه محتاج إني أغير عدسات في العين، عدسة زجاجية في العيون الاتنين. ودي الحاجة اللي أنا يعني خبرته إنه يعني الدكتور مش بس بيقيس وخلاص، حتى بيحس بالمريض يعني إنه حدد عدسة وشاف إنها صغيرة، وحددنا من جديد إنه هنعمل العملية ونتخلى عن المياه الزرقاء في الوقت الحالي. فغيرناه والحمد لله أنا نظري الحمد لله جدا حسن، بقيت أشوف من غير نظارة. ودلوقتي الحمد لله جدا الدكتور ما شاء الله. أنصح بيه أي حد يعني يحس بأي حاجة الدكتور هشام محمد غريب، وليه كل الفضل والشكر بعد ربنا سبحانه وتعالى. وتعامله جميل جدا وحاجة كمان جميلة ما شاء الله تبارك الله، إنه بيشرح لك الحاجة اللي عندك بالظبط بالسنتي. دي كمان من الحاجات الحلوة جدا، إنه بيقول لك يا أخي أنت عندك كذا كذا كذا. الحاجة دي يعني بيقول لك تفاصيلها من من ولادتك مثلا، أو من منبع الحاجة دي. الحاجة دي بتحصل من كذا وكذا وكذا، وطريقتها وعلاجها وأعراضها وبتحتاج لإيه. ونبدأ الحاجة من صغيرة، ما بنقولش مثلا عايزين عملية كبيرة، لا نبدأ بالكبيرة، لا، ستيب باي ستيب، حاجة صغيرة صغيرة، عشان ممكن يكون العلاج ما يحتاجش لعمليات كتيرة، لا، أو صعبة. نيجي بالصغير عشان ممكن نتخلى عن الكبير. أنا دلوقتي الحمد لله ما احتجتش لعملية مياه زرقاء، والضغط بقى ممتاز جدا الحمد لله رب العالمين. شكرا جدا للدكتور هشام، وربنا يديك الصحة والعافية.